السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن كريمي جدا وناعم جدا بنكهة المحلات. والمفاجأة بقى ان احنا هنستخدم فيه الخلاط. بصوا حبايبي ما شاء الله، شوفوا كريمي قد ايه. هيعجبكم جدا جدا بالطريقة دي. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل بقى على وصفتنا النهاردة. بس ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، عشان اول ما انزل اي وصفة يوصل لكم اشعار بالوصفة الجديدة. معايا حلة على النار، هضيف فيها كوباية من الحليب وكوبايتين من المية. المية طبعا انا بكون غليها والحليب مغلي برضو. خلاص. ومعايا كوباية رز مصري مغسولة، كوباية واحدة. الكوباية الواحدة بتاخد 2 كيلو من الحليب أو 2 كيلو من اللبن. الكوباية الواحدة يعني لو هعمل نص كوباية بتاخد معايا كيلو. حطيت ممكن على فكرة تحطوا مية بس ما تحطوش لبن، يعني أنا حطيت واحدة لبن واتنين مية. ممكن تحطوا كله مية وتسيبوها تستوي أول دقيقة على النار عالية، وبعد كده بوطي عليها بسيبها على النار لمدة 12 دقيقة لحد ما تلاقوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا معلقتين لبن بودر، معايا معلقتين نشا، معايا كوباية من السكر، معايا قشطة، معايا كريم شانتيه، ومعايا فانيليا. لحد ما تشوفوا الرز بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. طلع النشا بتاعه واستوى يعني 3/4 سوا. هبدأ هنا اخد نص الكمية لحد ما تشوفوا الرز بدأ يعجن كده. هبدأ بقى أضيف الحليب، هنا بضيف لتر من الحليب واللتر التاني هستخدمه معايا في الخلاط. هيجي بقى دور البطل الأساسي معايا في الوصفة دي، الخلاط بقى. هنا برضو بضيف السكر برضو معايا، زي ما قلت لكم كوباية سكر، عايزين تخليها كوباية وربع كوباية ونص على حسب الرغبة. وبضيف معايا الفانيليا. هنا بقى خدت نص الكمية من الرز اللي انا قلت لكم استوى، ضفت عليه شوية من الحليب وهضيف عليه معلقتين من اللبن البودر ومعلقتين من النشا، وبضيف عليه كريم شانتيه. وببدأ بعد كده أضربه في الخلاط. طبعا أنا معايا كيلو الحليب التاني هو اللي بضيف منه. لو حسيت إن القوام تقيل بزود شوية زي ما انتوا شايفين كده عشان يقدر يمشي في الخلاط كويس. ضربته كويس جدا في الخلاط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كده بقى الرز ده كده طلع النشا الطبيعي بتاعه، فمحتاجتش نشا كتير، يدوب هما معلقتين بس. بضيف بقى باقي الحليب. يبقى انا كده حطيت 2 كيلو من الحليب، وحطيت معايا كوباية واحدة من الرز، وحطيت معلقتين نشا ومعلقتين لبن بودر ومعلقتين كريم شانتيه، او لو عندكم الكريم الجاهزة دي عادي. هنا ضفت معلقتين من القشطة، قشطة المحلات، قشطة من على وش اللبن، اي قشطة موجودة عندك. تقدروا تستغنوا عن اي حاجة من اللي انا قلت لكم عليها دي، مفيش اي مشكلة. بس انا بعمله غني جدا وبعمله بقوام يكون كويس وكريمي كده للولاد. شوفوا ما شاء الله القوام بتاعه عامل ازاي. هنا بقى بضيفه في البلاد زي ما انتوا شايفين. تقدروا تستغنوا عن اي حاجة عشان محدش يقول ان هو مكلف. انا طبعا كل الحاجات دي اوريدي موجودة عندي في البيت فبضيفها. لو مش موجودة عندك اي في حاجة من الحاجات دي، يعني مش موجود لبن بودر، مش موجود كريم شانتيه، عادي جدا تقدري تعملي من غير اي حاجة، مفيش اي مشكلة. بس انا بقولك لو عايزة تطلعيه توب التوب هو بالطريقة دي. بصوا هبدأ بقى اعبيه في البولات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهسيبه يبرد شوية، وهبدأ بعد كده ازينه بالمكسرات. برضو التزيين بتاعكم على حسب الرغبة، مفيش أي مشكلة. جربوا بقى وصفتي في الرز بلبن دي هتعجبكم جدا. أنا في الوقت ده كنت بعمله أصلا لواحدة جارتي كانت طالبة مني، كنت بعمله لها وقلت أصوره لكم بقى بالمرة. بصوا كل اللي بيدوق الرز بلبن ده بيشكر فيه جدا جدا وبيفضل يطلبه مني طول الوقت.
هنا ببدأ أزينه بالمكسرات زي ما قلت لكم، مكسرات مجروشة، سوداني مجروش، السوداني مجروش على زبيب وعلى جوز الهند، عادي جدا. تقدروا تشكلوا بأي حاجة، بنوتيلا، بشوكولاتة، أي حاجة. التزيين لكم مطلق الحرية فيه، على حسب ما انتوا عايزينه، على حسب ذوقكم، مفيش أي مشكلة. أنا بصراحة بحبه بالمكسرات أكتر، أو بالسوداني المجروش ده أكتر حاجة. بصوا ما شاء الله قوامه عامل ازاي. طبعا في الوقت ده بحطه بقى في التلاجة، وبعد ما بيبرد بقى بياكلوا منه. جربوا بقى، بينفع معاكم فطار، في عشاء، لو عندك اي ضيوف. ما شاء الله حلو جدا جدا، وهيشرفك قوي. يلا حبايب قلبي، جربوا الوصفة بالطريقة دي، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.